لك الفرق ما بين الديجيتال ماركتنج والميديا باينج. يعني الديجيتال ماركتنج هو القسم بشكل عام، فلو انت متخصص في الديجيتال ماركتنج انت هتكون متخصص في حاجات كتير قوي او بتفهم في حاجات كتير قوي ليها علاقه بالكونتنت كرييشن، ليها علاقه بالسوشيال ميديا مانجمنت او اداره السوشيال ميديا بشكل عام. تقدر تعمل استراتيجي، تقدر تعمل بلان، تقدر تعمل ديتا اناليست بشكل كامل على الديجيتال بلاتفورم بتاعتك، وبتكون متخصص ان انت تنشئ الصفحات وان انت بتكرييت كل شيء من الصفر او فروم سكراتش لكل شيء، زائد ان انت بتكون فاهم في الميديا باينج. الميديا باينج هو قسم داخل الديجيتال ماركتنج، فهنقول ان احنا عندنا مثلا كعماره طويله قوي فيها ادوار كتير مختلفه، من ضمن الادوار دي هي الميديا باينج. العماره الكبيره دي هي الديجيتال ماركتنج. فلو انت عايز تبقى ماركتير تتعلم الديجيتال ماركتنج وتتعلم الاوفلاين ماركتنج، هيكون من ضمنهم الميديا باينج. ولو عايز تتعلم الديجيتال ماركتنج بما فيهم الميديا باينج، انا عامل كورس دلوقتي موجود في البايو، تقدر ان انت تطلع عليه وتشوفه، هتلاقي كله فور فري ومجاني 100% على قناتي على اليوتيوب. سلام.